براد بيت وانجلينا جولي هيتطلقوا، تنصحهم بايه؟ لا ازاي براد بيت؟ مين براد بيت؟ انا عارف انجلينا، مش انجلينا جولي دي عارفها اهو. عارفها؟ عارفها اهو. تعرف عنها ايه؟ انا اسمع ان ابوها يعني كان اكبر صاحب مصنع جيلي، فيعني هو سمى المنتج اللي هو الجيلي ده على اسمه، يعني انجلينا جيلي، فهو اتسمى على اسمه، فده اللي انا اعرفه عنه يعني. لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. بتحبوا بعض 10 سنين واتجوزوا سنتين، ولما اتجوزوا هيطلقوا. طب ايه؟ احنا عندنا هنا الشاب بيفضل قاتل 16 سنه وبيتجوز شهر وبيطلق. علي النعمة انت بتتكلم صح. وبعدين بقى هو اكيد زعلان منها طبعا، عشان الافلام اللي هي بتطلع فيها وكده بيبقى ادوارها مش ولا بد، فممكن هو ده يكون السبب الطلاق يعني. طلقها من مين؟ من مراد بيت. لا شيء. دول نجمين هوليوديين هوليوود، اكيد عارف انا بتكلم، فما ينفعش ان هم يوصلوا للمرحله دي يعني، والناس تتكلم عليهم كده. بص انا اتكلمت عليهم يعني عيب. ادعي لهم دعوه حلوه. ادعي لهم دعوه حلوه. بس بالانجليزي. بس الانجليزي بتاعي على قد. يو هيم انجلينا اند مراد بيلي. انت بتتكلم لغات ايه بس يا جدع؟ انت ده بيميز عليه لغات، ده ما بيعرفش حاجه خالص. ثواني. بير يور سيلف، في الكلام هينزل طبعا الترجمه بتاعتي على بير يور سيلف اند هاو ماتش. لا هاو ماتش دي حاجه، معلش ثانيه واحده. بير يور سيلف بس، عشان انا الصراحه اخر الانجليزي بتاعتي انا تعليم مجاني، معلش. روح يا شيخ وتعالى بسرعه.